انزل يلا، نزل الخرطوم. حاضر يا اسطى حاضر. روح ركب الخرطوم في البلاعه. اقرا عشان تروح تشغل مكنه الشفط، وايدك معايا عشان انت السبب ان مكنه الشفط تتكسر. يا اسطى بايدي يا اسطى. يا عم اهو السواق واقف هنا والتبع يقعد في العربيه جنب مكنه الشفط. ما انت بتاخد اكتر مني برضه يا اسطى. حتى باصص لي في دي كمان. شغل يا ابني. بتعمل ايه يا اسطى؟ انا بشيل خزانه يا ريس. مين اللي بعتك هنا بعد اذنك؟ ازاي مين اللي بعتني هنا يا باشا؟ مين اللي جابك هنا؟ الخزان ده لسه منزوع اول امبارح. وبعدين الخزان ده بيتنزع كل 20 يوم. لا يا ريس. 15 يوم. لا يا ريس، الخزان ده بيتنزع كل 3 ايام، وكل 3 ايام اخد 300 جنيه. يعني انت متاكد انت بتيجي تنزعه وبتشيل منه؟ ايوه بشيل منه، ده انا بنشفه خالص. طب نشوف بقى. لا يا عم هو كده ما هو ايه ده؟ خزان فاضي. وبعدين انت لسه راكن. لحقت نزعته؟ العربيه مكنه الشفط سريعه. ما كنتش شفت سريعه؟ مفيش حاجه باينه في العربيه. ايه ده بس يا ريس؟ ايه ده عشان الناس بس. لا يا حبيبي، العربيه دي هتتاخد منك ان شاء الله لغايه ما تجيب لي اصحابها هنا. برضه خلاص؟ العربيه مالهاش ذنب يا باشا. لا يا باشا ليها ذنب، يا اما اعرف مين اللي جابك هنا. الناس اتلمت علينا يا ريس. اللي يتلم يتلم، ده انا لسه هجيب لك الدنيا كلها دلوقتي تعرف حكايتك بقى. انت مين قال لك تعالى انزح هنا؟ انا هقول لك يا ريس كل حاجه بس ما تاذينيش. خدت بالك كده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش لا مؤاخذة يا اسطى، بس عايزاك في كلمتين. روح على مكنه الشفط يلا. امورنا الكل. حسابك كام؟ كده انا حسابي 250 جنيه. طيب انا المره دي هديك 300 جنيه بس يا بخت من نفع ونفع. طب ازاي اديني 300 جنيه؟ 50 جنيه يعني يبقى شيش. ماشي. انت بتيجي تنزح كل قد ايه؟ انا باجي اشيل الخزان بتاعكوا ده كل 15 20 يوم، ولاد محمد اللي عارف. تمام. انت هتيجي كل 3 ايام. تمام. البيت ده 5 شقق. حلو كل الكلام. واحد فيهم بيدفع 65 50 في الحدود دي يعني. تمام. لو عايزين يدوك اكراميه بيدوني 60. تمام. انت هتيجي كل 3 ايام ويا بخت من نفع طب واستنفع. ازاي كل 3 ايام وهو بيتنزع كل 20 يوم؟ انت مالك بقى؟ انا هقول لهم بقى الخزان يوم ما بيسيبوا الميه مش عارفه ايه هتحجج يعني له. انا قصدك ان انا اجي احط الخرطوم بس كده اعمل نفسي ان انا بشيل؟ ايوه، وهتاخد 150 جنيه كل 3 ايام. مصلحه دي ولا مش مصلحه؟ مصلحه يا ست الكل. ادي فلوسك اهي، واشوفك بعد بكره. خلاص ماشي. اوعى تتاخر يوم. بعد بكره؟ خلاص ماشي استنى. ماشي يا باشا. ماشي. بس خلي بالك انا اللي هديك الفلوس. خلاص. هقول لك الفلوس مع ام احمد. ماشي. اقفل المكنه الشفط يلا. عرفت بقى يا باشا؟ شيري صاحبة البيت اللي قالت لك كده؟ هي اللي قالت لي كل ده. كويس كده؟ نادي لي شيري. ماشي حاضر يا عم علي. ناديها لي. هتوكل على الله انا بقى. لا ما انتش هتوكل على الله، لازم هي تجيلك. ما انا اتوكل على لازم مين؟ هي تيجي. ثواني بقى. بقول لك ايه يا شيري؟ ايه جبت الايجار؟ لا ما جبتش الايجار. امال داخله خارجه عايزه ايه؟ عم علي باعتني ليكي عشان العربيه اللي بتاخد النسح من البلاعه. مالها؟ عايزك هناك عندها. عند البلاعه هناك؟ طيب ماشي. عم سيبني امشي، انا ذنبي ايه؟ يا باشا انا مش هسيبك غير لما اعرف اساس الحوار ده ايه. هي بتسرقك وانا ذنبي ايه؟ يا عم هنشوف، ان كانت هي بتسرقنا يبقى انت توكل على الله، احنا نعرف نتحاسب معاها. ماشي يا ريس. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ست الحاجه. في ايه؟ يا حاجه بتاعت قال الله وقال الرسول. في ايه مالك؟ شوف الراجل هيقول لك ايه. في ايه؟ مش نزحت خلاص؟ والله. جيت انزح الراجل بص في البلاعه، لقى البلاعه فاضيه وعرف ان انا بشد هوا. تشد هوا؟ يعني ايه؟ الخزان فاضي يا ست هانم، ما هو لسه نازح اول امبارح. ما الله اكبر، المكنه بتاعت الشفط عند اللهم صل على النبي. لا يا ست احنا ممكن نفتح الطبه دلوقتي ونشوف ان كان فيها ولا ما فيهاش. ايه رايك في الكلام ده؟ على فكره انا سمعتي كنت بتتكلمي وما رضيتش اقطع عيشه، عشان كده انا قلت لعم علي. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ كلام ايه؟ الكلام ده عند مين هيحاسب عليه؟ الفلوس اللي عمال ندفعها كل يوم دي. خلاص انا بقالي شهر شغال على الوضع ده. اصل انا بلعبكم نعمل حاجه جديده في البيت، نسوي حاجه يعني. انت لما تعوزي تعملي حاجه جديده ما بحوش تقوليش تاخديها من ورانا تسرقينا. يا عم علي انا ذنبي حاجه؟ الحوار عندك خلاص عشان الراجل ده يتوكل على الله. ما تبصليش كده بدل ما ناخد منه العربيه. تاخد منه العربيه ليه يا استاذ؟ خلاص هي صح. يلا بقى خلص وما تتكلمش كتير. لا دي مشكلتكم يابا، حلوها مع بعض. احنا هنقعد سنه مش هندفع فلوس الناس حاجات. ليه ان شاء الله؟ هو ده الكلام اللي عندنا. لو انا ما عنديش حاجه ده قعد ببلاش. انت شايفه كده يعني هي عافيه؟ شايفه كده. لا مش هينفع معانا الكلام ده. يعني هتعمل ايه؟ سنه من غير ما ندفع جنيه. هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال لي اللي عندك اخواتها. اخواتي؟ انا هجيب لك كبارك
ويشوفوا لنا حل معاك. لا لا خلاص ماشي خلاص انتوا خلاص ولا نجيبهم؟ لا 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 نجيبهم. بس خلاص عايزين يا عم نجيبهم. خلاص 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 انا طالعه يا عم علي. يلا توكل على الله على شقتك. عارف اللي انت هتيجي تقولوا لي؟ يعني انت سامعني بتخانق وما تجيش؟ سامعك يا اسطى، ما احنا ايام نصحناك يا اسطى وانت ما بتسمعش الكلام يا اسطى. يعني انت قصدك ان انا حرامي ولا ايه؟ يا اسطى ايوه. بص يا اسطى معلش عشان انا ماليش دعوه يا اسطى، انت حرامي بقى مش حرامي، انا الحمد لله بره عني الحوارات دي. انا قلت مصلحه كده على الماشي. ما مصلحه فين يا اسطى؟ وفعلا يا اخي الكدب ملوش رجلين، والشمال برضو اخرته زي ما انت بص يا شايف اسطى. اخرته وحش. اهو اديك يعني دلوقتي الراجل لو كان تربس دماغه كان عمل حوار وجاب صاحب العربيه كنت زمانك سبت العربيه يا اسطى. لو صاحب العربيه عرف وكان نفسي الصراحه. اركب. عمري ما بيع ضميري تاني. اركب يلا يا اسطى. اركب.